في عالم الجريمة كل شيء مباح، فجرائم القتل، السرقة والنصب وغيرها التي اعتدنا على سماعها بشكل دوري يصاحبها أشياء أخرى لا يكشف عنها إلا نادرا، وهذا ما يجعل بعضها من أغرب القصص والأحاديث التي قد لا يصدقها عقل ولا تستوعبها النفس. أغرب القضايا قصص ليست دربا من الخيال ولا فكرا مجردا لمبدع ولا صورة خيالية لفنان عن الواقع، وإنما هي قصص إنسانية صادقة وعميقة من داخل المحاكم خلال سنوات طويلة من الزمن. تنتشر جرائم القتل في كل مكان بالعالم، ويسعى رجال الشرطة جاهدين للوصول السريع إلى الجاني، وذلك من أجل أن ينال العقاب ديالو وباش ما يهربش من الجريمة ديالو. وتركت الجرائم بمختلف أنواعها وأدائها أثر سيء على النفوس. كاين بزاف من الجرائم اللي بقات لغز بلا حل، وهناك جرائم اللي نجح رجال الشرطة في الوصول للجاني خلال فترة زمنية قصيرة للغاية. يوجد أيضا ما هو غريب في عالم الجريمة، ومن أغرب القضايا اللي شهدها المجتمع الأمريكي قضية مقتل أحد المواطنين ديالها. وليس مقتل الشخص هو الغريب، ولكن الغريب في الأمر هو أنه يكون ببغاء أنه هو اللي يكشف لغز الجريمة ديال القتل. من بعد عامين على مرور الحادث، كان هذا الببغاء كيعيش مع الضحية في البيت. عثرت السلطات الأمريكية على مواطن يدعى مارتن دورام مقتول داخل الشقة ديالو نتيجة تلقيه ل5 رصاصات اخترقت الجسد ديالو، وما كانش في مسرح الجريمة سوى الجاني والمجني عليه والببغاء اللي يطلق عليه اسم بود، واللي كان شاهد على اللحظات الأخيرة في حياة الضحية. كان الببغاء كيردد الكلمات الأخيرة اللي جاءت على لسان القاتل قبل الوفاة ديالو بلحظات، مما أدى إلى سهولة الوصول للقاتل عن طريق هذا الببغاء اللي ساعد رجال الشرطة في كشف حقيقة مقتل مارتن. استطاع رجال الشرطة التأكد من أن زوجة القتيل واللي كدعى جيلينا دورام هي اللي قامت بتنفيذ جريمة القتل الزوج ديالها بإطلاق 5 رصاصات متتالية باتجاه الجسد ديالو. وثبتت الشرطة أن القاتلة حاولت تنتحر بعد ما انتهت من الجريمة ديالها باستخدام نفس المسدس اللي قتلت به الزوج ديالها، غير أن محاولة الانتحار باءت بالفشل. وكانت محاولة انتحار الزوجة خلات السلطات تعتقد أنها ضحية لهجوم غاشم أطاح بالزوج ديالها وكاد أنه يقتلها، مما جعل الشبهات المتعلقة بالجريمة كتبتعد عنها. كانت القاتلة كتأكد البراءة ديالها من دم زوجها القتيل، ومفكرت مطلقا أن الشرطة غادي توصل لها والحقيقة ديالها بسبب هذا الببغاء. كانت المفاجأة صادمة وساحقة بالنسبة للقاتلة اللي لقات نفسها مدانة في قبضة رجال الشرطة اللي قاموا بتوجيه الاتهام لها بقتل الزوج ديالها مع سبق الإصرار والترصد. ما كانش كيخطر في بالها ان الببغاء اللي كان كيعيش معاهم حفظ الكلمات ديال الزوج ديالها الاخيره واستمر في ترديدها. كان الببغاء كيكرر في نهايه الكلام ديالو عباره لا تطلقي النار، ومن الواضح ان العباره اللي كان يأمل بها القاتل العفو من الزوجه ديالو، الشيء اللي جعل انه يتوسل لها بعدم اطلاق النيران، غير انها ما خضعتش لديك التوسلات البائسه وقامت بتنفيذ الجريمه ديالها بدون تردد. ولكن الجريمة كانت غير كاملة لأنها حدثت في وجود ببغاء ذكي كيردد الكلام. ما تراجعوش رجال الشرطة في قرار القبض على القاتلة وتوجيه الاتهام لها اعتمادا على كلام الشاهد الوحيد اللي حضر وقت وقوع الجريمة وهو الببغاء. وبالفعل خدات المحكمة بالشهادة ديالو تم التأكد من أن الزوجة هي القاتلة بالفعل. بعد مقتل مارتن قامت زوجته السابقة كريستينا كيلر بأخذ الببغاء باش يعيش معاها وباش تعتني به، ولاحظت أنه دائما كيردد هاد العبارة، وهاد العبارة هي اللي وصلتهم للجاني في قضية المقتل مارتن. لم تتوانى السيدة كريستينا في الذهاب للسلطات الأمريكية مسؤولة على ملف القضية، وهنا
قام الببغاء بترديد الحوار اللي دار قبل وقوع الجريمة، ذلك ما أثبت تورط زوجته جيلينا، مما أدى إلى القبض عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ العقوبة القانونية اللي كتستحقها. أصبحت شهادة الببغاء من أغرب الأمور اللي حدثت تاريخيا في واحدة من جرائم القتل الأمريكية، وذلك يدل على أن معظم الجرائم في العالم غير مكتملة الأركان، ودائما يوجد دليل اللي يصل من خلاله رجال الشرطة القاتل مهما طالت الفترة الزمنية على حدوث الجريمة.